اليوم غنعطيك اسرار كيفاش تنظمي التقضيه ديال الشهر. بهذه الطريقه غادي تربحي الوقت والفلوس. وكل شهر كنتقضى التموين ونفس المشكل، سلعه مخربقه والقديمه كتبقى وجديده كنخدموا بها. وقلت اجي نقاد انا وياكم واحد بلاكار ديال التقضيه بطريقه اللي عمليه وجميله. ودائما كيف ما كنقول لك السر في التنظيم راه هو المنظمات، ماشي ضروري تكون نفس الشكل، ماشي ضروري تكون جديده، اهم حاجه هي تنظمي. هادو خديتهم جداد، القدام اللي كانوا عندي غسلتهم ونظفتهم. هادو خديتهم كي قلت لكم من بيم، زوينين الشكل ديالهم عملي. وغنبدا ناخذ كيف ما كتشوفوا السلعه اللي تقديتها وغادي نقادها هكذا في المنظمات ونرتبها في البلاكار. هكا غادي نسهل عليا الخدمه وغادي تعطيني الطاقه باش نخدم ونوض نصيب ونوجد الشهوات، حيت كلشي غيكون مقاد قدامي في البلاكار. وعاد غادي تسهل عليا باش نعرف شنو اللي خاصني، شنو تقادا وشنو مازال. من الافضل خدي قراعي ديال الزاج بالاخص القطاني هكا والاعشاب باش تحافظي على الطراوه ديالك. وهكا دي بواط ديال البلاستيك يكونوا شفافين باش يبان لك شنو عندك وتجيك ساهله هكذا. ملي تقاد لك الحاجه تعرفي شنو اللي خاصك، وتكون كتسد مزيان هكا باش تحافظي على المنتوجات. كيف ما كتشوفوا انا نظمت هذا الشيء. هادو ديال الزاج درت فيهم هكا لوز قرقاع هكذا الكونفليكس، المهم داكشي اللي كنحتاج لوليدات صباح الكوتي باش يجيني ساهل. وهنا غتلقاو في هاد لابارتي كلشي ديال الاعشاب، الزعتر، فليو هكذا، العطريه اللي كنخدم بها. المهم كلشي اللي كنحتاجو غيبان ليا هنا قدامي، غيجيني كي قلت لكم ساهل وغيعطيكم لونفي انكم تنوضوا وتوجدوا، حيت كلشي مقاد. راه النظام والنظام بالتاويل كيعاوننا. كيف ما كتشوفوا قاديت هنا حتى العطريه اللي كنستعملها في هكا في كلكو غوسيت. خلاص العطريه الاخرى دايراها في ديولها ديال الزيت. وهذا هو الشكل النهائي ديال البلاكار. الا عجبكم خليو لي اراء.